الحقيقة الواحد درس لناس كتير مختلفين في الطباع والتفكير والعادات والبيئة الاجتماعية والنشأة اللي خارجين منها، وكان دايما في نوعية معينة بتستفزني جدا، وبصراحة بعد لما بتعامل معاها وبدرسها مرة مرتين تلاتة كده ما بقدرش استمر، لانها نوعية شوي كده اللي هي بتعلم ولادها مش علشان التعليم ولا علشان الاستثمار في ولادها ولا علشان اولادها عايزين ولادهم احسن منهم وانهم يتفوقوا وان هم يبقوا ناجحين في حياتهم. لا خالص، المقياس بالنسبة لهم بيبقى منظرة شوي. ادور على الغالي ايه، ادور على الناس بتقول ايه وابقى زيهم او افكر في اللي احسن منهم. يعني حد كده معين دون ذكر اسماء او كده من اولياء الامور كان قال لي اغلى مدرسة في مصر ايه؟ فقلت كذا، انا هنقل ولادي فيها عشان يبقى اسمهم في اغلى مدرسة في مصر. اغلى مدرسة فلوس، مش اغلى مدرسة تعليم او تأهيل للطفل او ثقافة ليه او بتدي قيمة. اغلى فلوس ايا كان بقى، بتدي ما بتديش، بتعمل ما بتعملش، المهم الاغلى ايه؟ علشان يتقال انا ابني في اغلى مدرسة في مصر، علشان يتقال انا ابني قاعد مع اغلى مجتمع واكتر مجتمع الناس فيه اللي هو ايه، طبقة الكريمة والقشطة زي ما بيقولوا. فالنوعية دي انا يعني بتعامل معاها مرة اتنين تلاتة، بعد كده ما بقدرش ما بعرفش. اللي بيخلي المادة والفلوس هي المقياس في تصرفاته في كل حاجة، انا ما اقبلش ان انا اتعامل معاه على اللونج ران. ما احبش ان انا اتاثر بشخصيات كده، ما احبش ان انا ازرع حاجه في الاولاد والاقي المردود حاجه تانية، عشان الاهل بيزرعوا حاجه احنا مختلفين تماما فيها. الدنيا مش مظاهر وفلوس، وياما ناس كان عندها فلوس وعندها مناصب وعندها مظاهر حواليها وشهرة وكذا وكذا وكذا، كله راح في ثانية في ثانية. والتاريخ الحديث قدامكم يثبت لكم الكلام ده. الكام سنة اللي فاتت مين طلع ومين نزل ومين راح ومين جه يثبت الكلام ده. فدوام الحال من المحال انك انت الثابت هو العلم، التعليم، الثقافة، الفكر، التنشئة الصالحة، العمل الصالح. ما غير ذلك فهو أشياء مادية، والأشياء المادية بتروح وبتيجي مش ثابتة. وشكرا.